واش عمرك حسيتي بأن المشكل ماشي في العالم ولكن فيك انت؟ واش عمرك عرفتي شنو خاصك دير وشنو خاصك تقول في اللحظة اللي خاصك تحرك فيها سكتي؟ هاد السؤال ماشي بسيط، حيت الجواب ديالو كيحدد حياتك كاملة. كاينين ناس كيتصوروا بأن الضعف هو أنك ما عندكش قوة، ولكن الحقيقة أعمق من هادشي بزاف. الضعف الحقيقي هو أنك تكون قادر وتختار وما تستعملش قدراتك. منين كنتي صغير تعلموك تكون ولد الناس، تسكت، تحمل، دير الخاطر الناس وما تجرح حتى واحد، ولكن ما علموكش حاجة وحدة خطيرة: فين كتكون الحدود ديالك. كبرتي وبقيتي داك الانسان اللي كيسامح بزاف، كيبرر بزاف وكيعطي فرص بزاف، حتى ولاو كياخدوا هاد الفكرة كأمر واقع. كاين فرق كبير ما بين الطيبة والقوة. الطيبة بلا حدود كتولي ضعف، والقوة بلا رحمة كتولي ظلام. ولكن أغلب الناس ما كيضيعوش حياتهم بسبب القسوة، كيضيعوها بسبب الصمت. علم النفس كيهضر على المفهوم الخاطئ: القمع الذات. يعني كل مرة كتدفن فيها إحساسك كتقول ماشي مهم، غادي تدوز خليها. ولكن الإحساس ما كيدوزش، كيتخزن، كيولي ضغط، كيولي قلق، كيولي تعب داخلي بسبب الوضوح. وكيجي واحد النهار كتلقى راسك مقلق، معصب، فارغ وما عارفش علاش. اخي ولا اختي، ولكن الحقيقه ديال بصح، حيت هي خنتي راسك مرات كثيره بلا ما تحس. الشريعه الا جينا نفهموها بعمق، راه ما جاتش باش تخليك انسان ضعيف، جات باش توازن بين الصبر والكرامه، بين التواضع والعزه. الانسان مكرم، والى قبل الذل راه هو اللي تنازل، ماشي القدر اللي فرض عليه. فنون الدفاع عن النفس الناس كاملين كيشوفوها فيها الضرب، ولكن اي واحد مارسها بصدق كيعرف ان اول معركة عنده هي المعركة الداخلية. كيفاش توقف، كيفاش تثبت، كيفاش تواجه بعينك قبل يد، كيفاش تقول لا بلا خوف. كاين واحد النوع ديال العنف ما كيبانش ولكن كيكسر اكثر من الضرب: هو التجاهل، الاستهانة، تقليل من القيمة، وأسوأ حاجة أنك تتأقلم معاه. كتقول راه ما قصدتش، راه غير هضرة، راه أنا اللي حساس بزاف. ولكن الحقيقة هي إلا ما احترمتيش الإحساس ديالك راه حتى واحد ما غادي يحترمه. الناس كيتعاملوا معاك على حساب الصورة اللي كتقدم على راسك. إلا بان أنك بلا حدود غادي يتجاوزوك، ماشي حيت هما خايبين ولكن حيت الطبيعة هكذا. القوة ماشي هي أنك تفرض راسك، القوة هي أنك تحط حدودك بهدوء وبوضوح وبلا تبرير. ماشي ضروري ترفع صوتك، ماشي ضروري تشرح حياتك. الحدود ما كتشرحش، كتتحط. كاينين بزاف ديال الناس غادي يزعجهم التغيير ديالك، حيت تيعاودوا عليك نسخة سهلة، نسخة كتوافق، كتسامح وما تتواجهش. ولكن هاد الناس راه ما خاصهمش يقرروا حياتك، حيت في الليل انت اللي كتعرف بشحال، وانت اللي كتعرف شحال تحملتي. واش عارف شنو كيدمر الانسان ببطء؟ انه يعيش حياة ما اختارهاش، وانه يكون حاضر بالجسد وغائب الروح. وكيجي واحد النهار كتفيق وكتحس بان الوقت داز وانت باقي كتسنى اللحظة المناسبة. ولكن اللحظة المناسبة ما كتجيش، قرار هو اللي كيجي. الى اليوم باقي كتضيع الوقت وانت عارف السبب، راه السبب ماشي معقد وماشي حمق اولا مسطل. السبب انك خفتي تواجه. ولكن خاصك تعرف حاجة وحدة: الخوف ما كيمشيش بوحدو، كيمشي غير مين كتواجهو. اول خطوة ماشي كبيرة، غير قرار صغير: انك ما تبقاش تسكت على حساب راسك. القوة راه ماشي في العنف، القوة راه في الثبات، في انك تكون واقف مع راسك حتى ولو كنتي بوحدك في هاد الحياة هادي. وواحد النهار غادي تشكر راسك حيت اختاريتي تكون صادق بدل ما تكون مرتاح مؤقتا. القوة راه كانت ديما فيك، غير دابا وليتي واعي بها.